انتشرت قبل فترة قضايا عدم تكافؤ النسب، دائما يصير فيها طلاق بإرغام يعني. رأي الشرع في هذا الموضوع؟ والله هذه قضية سبحان الله أيضا من القضايا الساخنة اللي كانت قبل فترة، والنبي عليه الصلاة والسلام في عصره ما كانت هذه المسائل ظاهرة عنده. يعني مثلا زيد بن حارثة كان مولى، ومع ذلك تزوج زينب بنت جحش، وكانت من يعني كبار قبائل قريش، ومع ذلك تزوجها رضي الله تعالى عنه، ثم طلقها، ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعده. بلال رضي الله عنه تزوج 4 نساء قرشيات وهو عبد حبشي، ومع ذلك جاء وتزوج. فكانوا ينظرون للدين، ما كانوا ينظرون إلى إيش نسبك إيش قبيلتك إلى كذا. لكن بعد ذلك الفقهاء لما رأوا وقوع بعض الحالات التي فيها نوع من يعني الفساد، يعني مثلا يتزوجون من غير تكافؤ نسب، وربما حصل مشاكل من القبيلة، فيضطرون أنهم يرتكبون المفسدة الصغرى اللي هو التطليق لأجل الحماية من مفسدة كبرى، يكون فيها قتل بينهم. أحسنت، يكون فيها أحيانا قتل، يكون فيها اختطاف، يكون فيها مقاطعات ونحو ذلك. وأنا درء المفاسد. وأنا يعني دخلت في بعض القضايا وإن كانت قليلة، لكن بعض القضايا التي قاطع فيها الأبناء أباهم، وصار له 5 سنوات ما يكلم الأب، كله بسبب أن الأب زوج البنت من كذا. بل أني أذكر قضية قبل فترة دخل فيها أمير منطقة الرياض الله يوفقه، ولأجل الإصلاح بينهم، لأن الأبناء كادوا أن يقتلوا الزوج، كادوا يقتلوا الزوج اللي يعني في ليلة الزواج كاد أنه يقتل الصبح أو الظهر ولا يدخل بأختهم، كله لأجل القضية. فإذا القضية وصلت إلى هذا المستوى من يعني الفساد، عندها نرتكب المفسدة الصغرى قبل الكبرى. لكن إذا تزوجوا ورزقوا بأبناء فليس لأحد الحق أن يفرق بينهم. نقول إذا جاء قال هذا ما يتكافئ نسبه، نقول ما شاء الله توك تذكر، ما هو متزوج من 10 سنين وعنده 5 أطفال، توك تذكر الآن أنه يتكافئ، ليش ما تكلمت قبل يتزوج؟ لكن إذا كان عند الخطوبة هنا ممكن يعني يتداركون الموضوع، ممكن يتدارك